عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نهال صالح في فيديو جديد من مطبخي. النهارده هنعمل مع بعض بيتزا الشوفان. سهله جدا، في 5 دقايق تعملي احلى بيتزا كده، وفي الطاسه ومش في الفرن كمان، وباسهل طريقه، ويعني دايت تعتبر صحيه. يا ريت يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل حاجه جديده بعملها. اخدت الخلاط بتاعي وجبنا حطينا كوبايه شوفان، وهنحط عليها رشه من الملح حلوه، معلقه بيكنج باودر يعني نص معلقه بيكنج باودر كده صغيره، احط نص معلقه زيت برضو، واحط كوبايه ميه. طبعا تقدري تستبدليها باللبن. كوبايه ونص من الميه، كوبايه الشوفان عليها كوبايه ونص من الميه، واضربهم كويس جدا. طبعا تقدري تحطي التوابل اللي انت عايزاها، زعتر، فلفل اسود، تقدري تحطي بيضه كمان، بتبقى غنيه وحلوه جدا. خليهم يتخلطوا كويس جدا، يطحن الشوفان ويبقى الخليط متجانس. بعد كده خدت طاسه، حطيتها على اضعف عين عندي، دهنتها بشويه زيت، واحط بقى ايه الخليط بتاعي، واخليه لحد ما يمسك نفسه كده زي ما انتوا شايفين كده. نغطيه عشان ايه؟ بسرعة يمسك نفسه. بعد ما مسك نفسه زي ما انتوا شايفين، هنيجي بقى نحط عليه حاجات البيتزا من فوق. عندي صوص بيتزا جاهز اهو. طبعا تقدروا تقلبوه وتعملوا على الناحية التانية، وتقدروا على نفس الناحية، بما انه شوفان اصلا هو، فسواه سريع يعني. زي ما قلت لكم تقدروا تزيدوا بيض ولبن، تحطوا زعتر، تحطوا ريحان، تحطوا اللي انتوا حابينه. حطينا صوص البيتزا من فوق اهو. بعد كده بقى تحطي لها الحاجات اللي انت عايزاها. تقدري، انا اهو قطعت بصل شرايح هحطه، اوزع البصل في كل حتة. عندي فلفل برضو، فلفل رومي، تقدري فلفل حراق او فلفل الوان. كمان نص حبة طماطم تقطعها كده، اهو. دلوقتي بقى تحطي سجق، تحطي كفتة، تحطي تونة، تحطي لحمة مفرومة. حطيت شوية زيتون اهو. انا حطيت شوية ستريبس يستووا، وبعد كده ايه هقطعه واحطه من فوق اهو. فقطعه الستريبس واحطه كده من فوق زي ما انتوا شايفين. وتحطي بقى الجبن اللي انت عايزاها، مش عايزة بالجبن زي ما بتحبي برضو اهو. ودلوقتي جهزت معانا. تقدري تحطي لها جبن زي ما قلتلك، مش عايزة براحتك، كل حاجة براحتك، بس هي جميلة جدا.